الأسئلة. وهذا سؤال إن لم يكن طلب قد فات محله. يقول فضيلة الشيخ: قد كنا بانتظارك من بعد صلاة المغرب، ونرجو منك زيادة الكلمة وإعطاءنا وقتا ولو كان فيه شيء عليك من التعب، ولكن قد اجتمعنا لنسمع منك. وأصحاب المباريات لا يقبلون أن ينقص زمن اللعب، فنحن والله أولى بذلك، لا سيما وأننا في ليل شتاء، وليل الشتاء طويل. فنرجو من فضيلة الشيخ أن يكرمنا من وقته، جزاه الله خير الجزاء. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا أحب في المحاضرة أن يكون الحديث لي وحدي، يكون هناك طرف للأسئلة، ألا أن يكون الأجر للجميع، حتى من سأل يكون له أجر مثل أجرنا، هذا من صنائع المعروف أيضا. أسأل الله العظيم أن يكتب خطاكم وأن يقرن بطيب الجنة مسعاكم، لا خيبكم الله. أسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل كل خطوة خطوتموها درجة في الجنان، موجبة للروح والريحان والحب منه والرضوان. أما أنا فبين أيديكم، والله يعلم ما جئت إلا شوقا إليكم، وأسأل الله أن يدخلنا وإياكم بهذا الشوق والحب فيه. أسأل الله أن يدخلنا وإياكم إلى الجنان، وأن يمتعنا وإياكم بها في الرضوان. وعلى العموم أنا بين أيديكم، ما يمنع أن يكون هناك مشاركة في الأسئلة، وهذا أفضل من أن يكون الحديث مني وحدي. يقول فضيلة الشيخ: من صنائع المعروف تلذذ العبد بالخلوة مع الله تعالى، وأنا عبد قد حرمت قيام الليل وصيام النهار، رغم أن الشتاء ربيع المؤمن، فما توجيهك لي ولإخواني المسلمين؟ أخي في الله، ما ألذ العبودية لله، ولقد ذهبت من الدنيا حلاوتها ومضت طلاوتها، ولم يبق إلا مناجاة الله. لقد تغير الزمان وكثرت الفتن، ولم يبق إلا الأنس بالله الواحد الديان. إن مناجاة الله خاصة إذا هدأت العيون وسكنت الجفون، ولم يبق إلا الحي القيوم. إنها ساعة، وأي ساعة، هي الساعة التي دمع عليها الأخيار آخر الدموع من الدنيا. فقال قائلهم: والله لا أبكي على فراق الدنيا، فما غرست فيها الأشجار، ولا أحبها لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لمكابدة الأسحار وظمأ الهواجر. ما ألذ الساعة التي يقوم فيها ولي الله من حبه وزوجه لكي يناجي الله جل جلاله. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام في الليل من عند حبه وزوجه، قام لكي يتعبده ويتذلله ويناديه ويناجيه، يقول الله: يا ملائكتي، عبدي ما الذي أقامه من حبه وزوجه وفراشه؟ قالوا: يرجو رحمتك ويخشى عذابك. قال: أشهدكم أني أمنته من عذابي وأصبته برحمتي. ما ألذها من ساعة حين يقف العبد بين يدي الله جل جلاله، وقد رمى الدنيا وراء ظهره، يناجيه ويناديه بذلك الكلام العظيم. حين يقرأ القرآن فينقله القرآن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ينقله مع أهل النعيم والرضوان المقيم، مع أهل النعيم وهم في الرضوان المقيم، ينقله إلى مراتع جنات الخلود مع المقربين الشهود، وكأن نسماتها تحركت. ما ألذها من ساعة حينما يتلذذ العبد بكلام الله جل جلاله. إنها ساعة الصدق، فلا تراك عين ولا تسمعك أذن ولا يعلم بك أحد إلا الله جل جلاله. ما ألذها من ساعة، والله لو أن العبد صدق مع الله جل وعلا
وابتدأ قيام الليل لربما بزغ عليه الفجر وهو لا يشعر بنفسه. وأذكر عن الوالد رحمة الله عليه أنني تذاكرت معه ذات يوم قيام الليل قراءة القرآن في الليلة الواحدة، هل يختم الإنسان القرآن في ليلة واحدة؟ وأحرجته وألححته في السؤال، قال: والله يا بني لقد كنت أخرج من المسجد بعد العشاء وأستفتح قيام الليل وفي ركعة واحدة لا أشعر إلا وأني في آخر القرآن عند السحر، من لذة مناجاة الله جل جلاله. إنها اللذة التي لا يعلم حلاوتها إلا من ذاقها. جرب فوالله تحس بلذة الدنيا وتحس بحقارة الدنيا وأن هناك متعة غير متعتها. ومع هذا كله فعاقبة السجود وعاقبة الركوع إذا صار الناس إلى الهجود، عاقبة السجود وعاقبة العبادة إذا صار الناس إلى الهجود رضوان الله الواحد المعبود. مع هذا كله لربما بزغ عليك الفجر وأنت قائم بين يدي الله في شدة البرد أو ضيق الحر، فلن تركع الركعة الأخيرة فلن تنفتل من السجدة الأخيرة، ربما تنفتل منها وقد انفتلت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن العبد إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه في إحدى الروايات ثم سلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قيام الليل هو دأب الصالحين الذين عرفوا قيمة الآخرة وقيمة الدنيا، مزارع للآخرة يشتري العبد بها رحمة الله في ركعة أو سجدة أو في تسبيحة أو استغفار. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا هذه اللذة وأن يجعلنا من أهلها وأن يميتنا عليها، والله تعالى أعلم. هذه سائلة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، أنا بنت بلغت من العمر ما يقارب 40 عاما، وكنت أظن أن السعادة في الحصول على شهادة عليا، وكان يتقدم إلي كثير من الشباب للزواج، وإني كنت أرفض ظنا مني أن السعادة في تحصيل الشهادة التي أجمع بها المال ولكي يكون لي منصبا ومركزا وسط المجتمع، وإلى الآن أشعر بالسعادة وفاتني قطار السعادة، فبماذا تنصحنا وتنصح باقي أخواتي لكي لا يخطئوا مثل خطأي، علما بأن في بيتنا 5 بنات الأكبر منهن عمرها 50 سنة والصغرى 25 سنة ولم يتزوج منا واحدة، ظنا من الشباب أن البنت إذا كان عمرها أكبر من عمر الشاب فإنه يعزف عن الزواج منها. أرجو من فضيلتكم